الناس شايفاه، وفي دورك اللي انت مؤمن بيه وتقول لنفسك هو انا ولا اللي الناس شايفاه انا. وفي النهايه بيليندا مش مجرد فيلم تركي، ده رحله عقليه نفسيه فلسفيه، رحله طويله زي العمر، وبتفضل قاعد بعدها ساكت تفكر، يمكن تبتسم، يمكن تخاف، بس اكيد هتحس بحاجه جواك اتغيرت. فاستعد، لان اللي هتشوفه مش مجرد شاشه، ده مرايه كبيره، مرايه هتبين لك انك مش ثابت زي ما فاكر، وان الهويه شيء اعمق بكتير من اسم او شغل او حياه. تهيأ، لان بيليندا هياخدك من عالمك ويوديك لعالمك اللي عمرك ما شفته. نبتدي الحكايه من عند ديلارا، ممثله تركيه مشهوره انيقه وعايشه حياتها بطريقتها الخاصه جدا. ديلارا نموذج للانسانه اللي المجتمع شايفها ممثله نجمه، وهي شايفه نفسها ست مستقله بتعمل اللي هي عايزاه من غير ما تسمع لحد. هي مش بس ناجحه، لا، دي واحده من الناس اللي ما بترضاش بسهوله وما بتحبش الرتابه وبتمشي على مزاجها حتى لو ده زعل حد او ضايق حد. الفيلم يبدا بمشهد ليها وهي في كواليس مسرحيه متوتره، بترفع شعرها وبتحضر نفسها. الموسيقى خفيفه والاضاءه عامله حاله بين